قصيدته وبين الموت. وأذكر فيما أذكر أن في إحدى القنوات الفضائية ذكر في حوار ما بأن الموت هو النوم على غيم أبيض، وسأل سؤال طفولي وقال إن كيف يولد المرء، يعقل أن يولد المرء ولديه مليون شعرة وقلب واحد؟ هل هذا كان استشراف لموت ما كما أيضا جاء في حضرة الغياب؟ نعم، أنا سأذكر لك حادثة قبيل العملية الأولى اللي عملها محمود درويش للقلب عندما كان يعيش في تونس، وروالي إياها وكان في حالة خوف وطفولة في وقت واحد. قال لي اكتشفت إن في حمامة عالقة في جدار البلكونة في البيت في تونس، لكن ما خطر في بالي إنها ميتة، فحاولت إني أساعدها. فلما مسكتها في أحد ثقوب مشبك البلكونة فكانت الحمامة ميتة، وشعرت بنذير ما. نذير شؤم يعني؟ نذير ما يعني لا أعرف شيء ما، لقد دخل الموت البيت لأول مرة. يعني شعرت بأن الموت بدأ يدخل، بدأ يصبح موتا شخصيا بدل أن يكون حاضرا فكرة. رويدا ولذلك يعني سأذكركم بمقطع صغير من قصيدة اللي كتبها في ماجد أبو شرار، لأنه كان هو مع ماجد أبو شرار في روما عندما اغتيل ماجد في روما، ولكن افترقا أنه محمود رجع قبله بيوم إلى بيروت. فأنا بسأله في القصيدة في مقطع غنائي، بقول له أنت حسدت ماجد على الموت؟ يعني ما بين دعابة ما بين، قلت له محمود تسللت إليك مازوشية بحيث تحسد الموتى؟ قال لي أي مقطع؟ قلت له في مقطع غنائي ونواحي أيضا لكنه جميل وشفاف، بقول فيه لماجد: يا حلو من صبك فرسا من الياقوت، يا ليت لي قلبك لأموت حين أموت. كتب. أتذكر هنا عندما توفي شاعرنا تذكرت بقسوة وبألم تلك الجملة الصغيرة التي ترد في قصيدته إلى أمه حين يقول فيها: وإني إذا مت أخجل من دمع أمي. هذه الجملة بدت كأنها فعلا حدس، وكأنه من البداية حدث أن أمه ستبكي عليه وستشهد موته، وهذا كان فعلا أمرا مؤلما. نعم. جدا. كتب الكثير عن رحيل الشاعر الكبير محمود درويش، وطبعا الصحافة أكثر من اللازم. نعم، سوف نعود إلى هذه المقالات التي كتبت بعد قليل مع الشاعر والكاتب الفلسطيني خيري منصور، وأيضا الشاعر اللبناني عبدو وازن. كتب الكثير عن محمود درويش بعد رحيله اليوم وقد تجاوزنا أربعينياته. ماذا تقولان في هذه الآراء التي طرحت وفي هذه المقالات؟ يعني هل بصراحة كما قال محمود درويش يوما: يريدونني أن أموت كي يمدحونني؟ وكما سمعت لك عبارة لافتة أستاذ خيري، قلت أن موت محمود فضيحة لهؤلاء الشعراء، خروجه من الإطار فضيحة لهؤلاء الشعراء. ماذا تقولان؟ ويبدو يعني كما هو الحال في المواقف المشابهة، يبدو أن لكل محموده من الذين يكتبون، لكل محموده من الذين يكتبون. أنا اللي ما أخشاه في الميتات شعراء كبار أو حتى ساسة كبار في عالمنا العربي، كلما كبرت الجنائز تتعمق الحفر ويكون النسيان سريعا. احنا اعتدنا على ذلك. كلما كبرت الجنازة وكلما كبر قرع الطبول تكون الحفرة أعمق والنسيان أشد. لذلك أخاف
من احتفائنا بالموتى، لأنه يكاد يكون إعادة قتل لهؤلاء الموتى. محمود بالذات بتكوينه كان ضد اللي أنا أسميه مسرحة العواطف. يعني كان يضيق حتى بالمديح المجاني. أطروحات كانت تكتب عنه في جامعات أجزم لك أن بعضها لم يقرأ سوى المقدمة منها. يعني الرجل كان مشبع في هذا الجانب ويعاني من تخمة وعسر هاضب أيضا من المدائح وهو حي، ومن الألقاب والأوصاف. ومن الألقاب. يعني كان دائما يذكر موقف، يقول فيش حد من زملائنا الفلسطينيين يشيل معي من هالألقاب، يعني يشيل شوي منها من هذه الألقاب. هو طبعا كشخصية عامة وكنجم وما في شك التابوت تعرض إلى اختطاف وهو في الطريق قبل أن يصل إلى مسقط رأسا. لا، نعم. إلى مسقط موتى، لأنه مسقط رأسه في حيفا. نعم. هو لم يدفن في مسقط لم رأسه، يدفن في مسقط، نعم. في مسقط آخر يعني دفن. التابوت، وأنا يعني من الناس اللي يعني كانت بالنسبة لي لحظة عبارة عن قشعريرة متصلة. يعني كان خشيتي داخل هذا الحزن اختطاف الميت من التابوت. يختطف السياسي، يختطف الأيديولوجي، يختطف الحزبي. كنت أخاف أيضا وما زلت من 3 أشياء على محمود درويش: الاحتكار، الفلسطينيين يفلسطينوه تماما، نعم. العرب يعربوه تماما، مسلمين يأسلموه تماما. هو ملك لبشرية. نعم. وكان متجاوز لكل الهويات الصورة الخانقة. نعم. والجانب الثاني اللي أخشى عليه الأيقنة. محمود مش أيقونة توضع في أعناقنا، محمود أمانة حقيقية كنصوص، كتاريخ، كمعاني. نعم. كبعد حقيقي وتاريخي أعطاه للفنان. في عالم عربي الشاعر فيه مطرود إلى الهامش، ووريث الشعر العربي وريث أكبر مهنة للتكسب في تاريخ الشعر في العالم. نعم. أستاذ عبدو، ماذا تقول حول ما كتب بعد رحيله؟ أعتقد أن ما كتب عن محمود درويش لم يكتب عن أي شاعر عربي، وربما يمكن استثناء بعض الشعراء العالميين الذين كتب عنهم بهذه الوفرة وهذه نعم. الكثرة. ولكن أعتقد أن ما كتب ليس مهما إلا بجزء قليل منه. ربما نستطيع أن نستثني 10% أو 15% في الأقصى. نعم. وأعتقد شخصيا أن محمود درويش لم يكن مسورا في قبره بهذه الرثائيات والبكائيات التي نهمرت، يعني حتى أن لم يبقى أحد إلا ما كتب عنه. يعني كان شغلي مبالغ فيها، في أشياء شخصية، وأي واحد قابله في الشارع أو شيء صار بده يكتب نعم. يعني عندنا مثل بقول كلهم حطوا إيدهم. بس ممكن هذا كمان حبا فيه، يعني حباً، الكل يريد أن بس هو كان يرفض. كنا دائما نطلب منه عندما يموت أحد يرفض أن يكتب كلمة رثائية. عندما توفي الرئيس عرفات كتب كلمة للحياة، نشرناها في الصفحة الأولى، نشرت في الصفحة الأولى، ولكن لم تكن رثائية، كانت مقالة بديعة. هو يرفض فكرة الرثاء. أظن أن هذا الانثيال العاطفي يعود إلى القضية الفلسطينية التي يمثلها محمود في أذهان هؤلاء الناس الذين كتبوا يعني أو الذين تأثروا، خصوصا في هذه المرحلة التي لم يبقى من فلسطين فيها أي رمز، لا سيما بعد غياب القادة الكبار والوجوه الكبيرة. نعم. وخصوصا وسط غياب الأرض ووسط الانقسام الداخلي أصبح محمود هو الرمز. نعم. سأضيف شيء الحقيقة عطفا على كلام قبل التسجيل. قلت لك إني أنا ماخذ على نفسي عهد إنه أي شيء أحكي عن محمود كما هي الصورة أمامي أرى عينيه، يعني حتى كأنه هو الرابع يعني معنا، كأنه يعني اليوم يعني أرى، يعني أحتكم إلى عينيه، يعني كي لا أخطئ، من ردة فعله، كي لا أعيد إنتاجه. يعني كي لا أعيد إنتاجه. محمود كان يشكو وهو حي مما كان يسميه الصداقة من طرف واحد. وكان بيقول لي مرات ليش احنا بس بيحكوا عنا الحب من طرف واحد، طلع في صداقة من طرف واحد. كانت المناسبة طريفة. كانت المناسبة من شخص طبعا لا يمكن أذكر اسمه ولا حتى مهنته. كانت مهنته تقريبا أن يتصل بمحمود درويش على مدار الساعة، تليفونات باستمرار. محمود لا يتعامل مع تكنولوجيا،
يعني يدوب وكنا دائما ايضا نتندر نعم. انه لا نتعامل مع الانترنت ولا أبداً. كمبيوتر ولا نعم. ولا نسوق سياره كمان، وهذه لها نعم. قصص يعني. نعم. اضطر انه يجيب الخدمه الهاتفيه اللي بتبين رقم المتصل عشان بس من اجل يظهر. هذا الشخص اللي بسميه هو الصداقه من طرف واحد. قلت له بس قاسيه شوي. قال لي لا، وصلني شيء مؤلم. قلت له شو؟ قال لي عدد المرات التي يتصل هو معي فيها